نحن في لذة لو عرفها الملوك لحاربونا عليها بالسيوف. فاحمد الله على هذه النعم التي تحيط فيك من كل الاتجاهات. البعض منا اليوم يعيش أفضل مما عاش عليه قارون في ذاك الزمان والعهد، والكل يعلم مكانة قارون وغنى قارون وجاه قارون وقوة قارون بذاك الزمان. والله إن معظمنا يعيش أفضل مما عاش قارون، ولكن لا نحمد الله على هذه النعم وعلى هذه العطايا وهذا الكرم الإلهي من تطور وإكرام الله سبحانه وتعالى للبشر بهذه الحضارة وهذه التكنولوجيا ووسائل رفاهية ووسائل يعني لم تخطر على بال إنسان في ذاك الوقت. والله نعمة المروحة، يأتي إليك الهواء. أنا أتكلم هنا على الفقير، ليس أتكلم عن الغني، المكيف ووسائل التبريد المركزية. على مستوى مروحة كان يضع أشخاص حقيقيين بمراوح ريش نعام لكي يشعر بالهواء ويخفف عنه الحر الصيف الشديد. فنعمة المروحة يعني أفقرنا لديه مروحة، يعني لا نعمة الركب أن تصل إلى مكان كانوا يحتاجوا إلى أيام وشهور لكي يصلوا من بلد إلى بلد. اليوم بفضل الله في ساعات نتنقل بين بلد وآخر بدون جهد ولا عذاب بوسائل النقل المعروفة من باصات وقطارات، وإذا كان غنيا بالطائرة، وتعرفون يعني درجات الطائرة والرفاهية الموجود فيها. فاليوم يعني أنا ضربت أمثلة خفيفة، ولكن الكثير يقال بهذا الموضوع. ولكن هنا أقول عن البعض ناكر عطاء وكرم الله ويعني النعم التي تحوفنا من كل الاتجاهات وفي كل أمور حياتنا. فلنحمد الله على هذه النعم الذي أكرمنا الله بها بالسعي والاجتهاد والعمل والعرق. والله سوف يكرمك، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله لا يضيع أجر العاملين والمجتهدين والمتفوقين. وبالحمد والشكر تدوم النعم. انظر ماذا لديك ولا تنظر ماذا ينقصك. يعني ينقصنا الكثير أيضا التقرب إلى الله، وينقصنا الحسن الصلة، وينقصنا الاتصال الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. ليس بالحركات يعني فقط أن نصلي بحركات، ولكن يجب أن يكون قلبنا متعلق بهذا الكلام، وأفعالنا تدل على هذا الكلام، وتصرفاتنا تدل على ما نقول، وليس فقط أقوال نقولها في الصلاة ولا نلتزم فيها. فاحمد الله، فإنك اليوم تعيش أفضل من قارون. فكن سعيدا وكن مطمئنا وعش هنيا، وحسن اتصالك بالله سبحانه وتعالى، تزداد العطايا عليك ويغدق الله عليك الخير الكثير. ولا تنسوا أبدا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ودمتم جميعا بألف خير.